اي ام وخاصة الامهات لاول مرة او حتى بعد 10 مرة يعني مفيش مشكلة، عندها طفل او عند جارتها او عند قريبتها طفل بيعاني من المشكلة اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي، لان دي مشكلة دايما بيحصل فيها لبس للأسف، فحبيت ان احنا نلقي الضوء عليها، اللي هو التأخر في الكلام. طفل عمره 2 و8 شهور جالي العيادة بتاعتي، جاي مع مامته. السؤال التقليدي: خير يا مدام، طفلك ماله؟ قالت لي: يا دكتور مش بيتكلم. طيب، بدأنا ناخد التاريخ طبعا اللي هو بتاع الأم الأول بالنسبة للحمل بتاعها. كنت متابعة كل حاجة، الأمور كانت ماشية كويس خالص، مفيش مشكلة. بالنسبة للولادة كانت ولادة طبيعية والحمد لله، يعني ما دخلش الحضانة، مفيش أي أمراض عنده مزمنة مثلا في الفترة اللي فاتت ديت، ما جالوش أي أمراض خالص، عادية يعني نزلات البرد التقليدية يعني. إنما هو عنده مشكلة يا دكتور في غاية الأهمية، ودي نركز عليها كويس جدا. يعني طول اليوم قاعد قدام الموبايل، قاعد في الموبايل طول اليوم. سألتها بعد كده أسئلة تانية مهمة جدا. أما بتيجي تندهي عليه مثلا بيتنادى باسمه، يعني بيكون فيه تفاعل؟ قالت لي أوقات يعني. طيب، ما بتيجي تتكلمي معاه بيبص في عينيكي، يعني العينين كده العينين، ولا عينيه زايغه كده ومش مركز مع عينيكي خالص؟ قالت لي: لا، لما بنلعب انا وهو بيكون مركز وبيبص في عينيا. طيب، اما يجي باباه من بره مثلا من الشغل ولا حاجه بيفرح اما بيشوف باباه؟ بيفرح جدا جدا يا دكتور. طيب يا جماعه، دي كلها اشارات تفاعل ايجابيه، يعني لحد دلوقتي ما نقدرش نقول عليها مثلا توحد. في العيادة بقى طلعت له لعبة بتنور كده، يعني دي كانت بتنور بس البطارية بتاعتها خلصت. طلعت له اللعبة اللي بتنور دي. الطفل طبعا بص عليها كده وبص لي وابتسم ابتسامة السوشيال سمايل، الابتسامة الاجتماعية الجميلة يعني. يبقى اذا هنا موجود حاجة في غاية الأهمية، اللي هو التواصل الانتباهي يعني، او الجوينت اتنشن. في اللحظه دي طبعا هخلي درجه الشك ان هو مثلا يكون في توحد ولا حاجه 50 بس في المية، 50 لحد دلوقتي احنا ماشيين. هنكمل مع بعض بقيه الفحوصات طبعا في غايه الاهميه. كنت حاطط لعبه برضو بعيد شويه على ترابيزه بعيده في العياده، فقلت له مثلا سين من الناس، قلت له: لو سمحت هات لي اللعبه دي واقفل باب العياده وتعالى. لقيته الحقيقه نفذ الاثنين، يعني نفذ الطلبين، جاب اللعبه وقفل باب العياده. يبقى كده هو فاهم بس مش بيتكلم. يبقى المشكله هنا بقى فين؟ في التفكير اللغوي، مش مشكله نمائي شامل. الام بقى قطعتني وقالت لي: على فكره يا دكتور، هو من النوع اللي بيلف كتير كده، يقعد بيلف كتير يعني، ما بيثبتش يعني. طيب، لو ناديتي عليه وهو بيلف كتير كده، لو ناديتي عليه بيسيب اللي بيعمله، اذا كان مثلا في ايده حاجه بيعملها او لعبه بيلعب بيها ولا حاجه وبيجيلك يعني؟ طب بيزعل اما انت بتخليه يقاطع اللعبه اللي هو بيلعبها مثلا ولا حاجه؟ قالت لي: لا، بيجي وما بيزعلش. ده حاجة برضو إيجابية كويسة، ده بنسميه سلوك عمري طبيعي. بالنسبة لعمره ده سلوك سلوك طبيعي، مش حاجة نمطية مرضية. طلبت من الأم طبعا تعمل لي بعض الفحوصات. طلبت منها ان هي تعمل فحص سمع، مقياس سمع. طلبت منها ان هي لازم تمنع الشاشة عنه تماما، وتبدأ بقى في إجراءات تمشي مع أخصائي تخاطب. واديتها ميعاد إن شاء الله بعد 3 شهور لو هي نفذت الحاجات دي. إنما لو ما نفذهاش خلاص يبقى هي حرة يعني. الحقيقة هي نفذت الحاجات دي كلها وجات لي، بس أكتر من 3 شهور الحقيقة، يعني أنا بسجل كل حاجة عندي. الطفل رجع، بس كنت أنا سعيد بيه يمكن أكتر من مامته كمان.
بدأ يقول كلمات وجمل، بدأ يقول جمل كتير، يعني جمل مركبة مثلا من 3 كلمات ولا حاجة، وبدأ يقول كلمات جديدة. الأم بقى قالت لي إن هو بدأ يقلد مثلا ولا حاجة، نعمل باي باي يروح ردد علينا بالباي باي وكده. بدأ يطلب، ما كانش الأول يطلب، كان يبقى مثلا عايز حاجة إيه ويشاور وخلاص، يعني دلوقتي بدأ يطلب. إذا التفاعل الاجتماعي بتاعه الحقيقة بقى أعلى بكتير. هنا بقى نقدر نشخص الحالة دي توحد؟ لا طبعا مش توحد، ده بنسميها تأخر لغوي نمائي. يبقى شفنا مع بعض الحالة دي ووصلنا بيها للتشخيص بإيه. هنركز مع بعض عشان الحالة التانية اللي هحكي لكم عنها دي حالات واقعية يا جماعة، من واقع سجلات العيادة يعني بتاعتي، يعني مش حاجة من وحي الخيال يعني. طفل برضو على النقيض بقى تماما، يعني طفل حوالي كام، حوالي برضو نفس السن كده، يعني حوالي قرب 3 سنين وشهر، 3 سنين وشهرين في الحتة دي. بس المرة دي كان جاي مع الأب والأم. الشكوى الأساسية مش بيتكلم ومش بيتفاعل. هناخد الهيستوري برضو عادي بالنسبة للحمل والولادة، كل الحاجات دي كانت ماشية طبيعي، وبالنسبة للتغذية وهو رضيع برضو كانت ماشية طبيعي، الرضاعة يعني. هي الأم كانت مثقفة جدا الحقيقة، يعني الثقافة بالفهم مش بعملية التعليم ولا حاجة. بدأ ينطق كلمات بسيطة عند سن من 1.5 سنة كده ل2 إلا حاجة بسيطة، يعني بدأ ينطق كلمات. بس بعد ال2 يا دكتور لاحظت ان الكلام بتاعه قل والتفاعل بتاعه قل. دلوقتي بقى بيقعد لوحده ممكن بالساعات قاعد مع نفسه كده. كلمة كان يا جماعة بيعمل وبطل دايما بتخلي الطبيب الفاهم يقف عندها وقفة في غاية الأهمية. طيب سألت الأم برضه نفس الأسئلة بتاعت الحالة الأولانية، يا ترى بتناديه باسمه، بيتنادى باسمه؟ لا نادرا. طيب لو عليتي صوتك، نبرة الصوت نفسها مثلا التون بتاع الصوت علي وانت بتنادي عليه، مثلا هو كان اسمه هاني اعتقد، يا هاني مثلا، عليتي صوتك يا هاني مثلا، وبعد كده غيرتي نبرة الصوت نفسها، يعني زي اللي انت يا هاني كده يعني. لا نادرا يا دكتور ما اما بيركز معايا. طيب لما بتيجي تلعبي معاه مثلا ولا حاجه او تيجي تتكلمي معاه بيبص في عينيكي؟ لا مش بيبص. طيب لما باباه مثلا بيرجع من الشغل مثلا بيفرح؟ والله يا دكتور ما بحسش بكده، عادي جدا يعني. كده يا جماعه نقدر نقول ده غياب التفاعل الاساسي. ده غياب تفاعل اساسي، مش علامه تاخر، لا دي علامه خلل نمائي. بالنسبه للجوينت اتنشن برضو اديته نفس اللعبه اللي بتنور، بس الثانيه كان لونها احمر، بس اعتقد الطفل خدها معاه هو ماشي. بص عليها كده وما بصليش ولا حاول يشاركني خالص، يعني بص عليها وخلاص يعني. هنا غياب المشاركة بتبقى أخطر الحقيقة من موضوع غياب الكلام. طلبت منه برضو علبة المناديل يا حبيبي اللي هناك دي، ممكن تجيبها لي وتقفل باب أوضة الكشف. لا هو نفذ ولا حتى أظهر أي محاولة كأن أنا بكلم نفسي. هنا بقى الطفل اللي ما بيفهمش ولا بيحاول، ده طبعا مش تأخر لغة بسيط أبدا. أثناء الكشف بقى طبعا كان الحقيقة طفل عمال يلف باستمرار، بيعمل طبعا رفرفة بالإيدين، ولو الأم يعني وهي قاعدة معاه في أوضة الكشف يعني بتطلب منه حاجة بيصرخ، لو طلبت منه أي حاجة بيصرخ، لو قالت له مثلا اهدى شوية واسكت شوية ولا حاجة يصرخ. وتقريبا كان في دنيا تانية، يعني متجاهل كل المحيطين في اوضه الكشف، سواء كان اللي يعرفهم او اللي ما يعرفهمش، يعني كان الاب والام وانا ما يعرفنيش، بس الاب والام يعرفوا.
ده طبعا بنسميه سلوك نمطي متكرر وغير وظيفي، ومعاه كمان انعزال. من ضمن الأسئلة اللي سألتها للأم وده في غاية الأهمية، كان أحسن وبقى أقل؟ قالت لي الحقيقة كان أفضل وبقى أقل. دي أخطر علامة يا جماعة تعتبر في الفايل أو الملف بتاع الطفل، دي اللي هي التراجع أو الريجريشن بتاعه، دي بتبقى بتبقى أخطر علامة. هل ده مثلا استنى عليه مثلا زي ما الناس بتقول بكرة يبقى كويس، خليه أما يكبر الحاجات دي كلها؟ لا، دي علامة خط أحمر وعلامة خطر. لازم التدخل الفوري والمبكر، وكل ما يكون مبكر كل ما أفضل، وأفضل سن ليها اللي هو سن 3 سنوات، ده بنسميه السن الذهبي لعلاج حالات التوحد. في الحالة دي طبعا بنبدأ بالتخاطب مع أخصائي تخاطب وأخصائي تعديل السلوك. في الجزء الأول الحالة الأولانية في الفيديو شفنا الطفل كان عنده تأخر لغة بس، ومش توحد، ما عندوش توحد. الحلقة الثانية بقى شفنا نفس الشكوى، ما هي الأم جاية بنفس الشكوى اللي هو ما بيتكلمش. شفنا نفس الشكوى بس في تراجع. الحالة الثانية في غياب تفاعل، في غياب فهم، في سلوك نمطي تقيل. نفس الشكوى بس التشخيص مختلف. افضل حاجة يا جماعة التشخيص المبكر. اكتر حاجة تظلم الطفل اننا نطمن اهله لا ما تقلقيش هيبقى كويس ان شاء الله والحاجات دي كلها، او نخوف اهله ونفزعهم بدون بدون اي سبب. الطب عمره ما كان تطمين مطلق ولا فزع، الطب ميزان ما بين الحاجتين.